السلام عليكم. قناة مشاهد سياحية ترحب بكم من جديد. رأس الماء منتزه بمدينة شفشاون شمال المغرب. قضيت هناك عطلتي الصيفية، أعجبت بالمكان وأحببت مشاركته معكم. يعد رأس الماء بمدينة شفشاون المدخل الأساسي لعشاق السياحة الجبلية والطبيعية، وملاذا للراغبين في اكتشاف تنوع طبيعي وأيكولوجي في منطقة تستقبلك ساكنتها بالترحاب من القلب. لا تسمع بمنتزه راس الماء غير خرير الماء العذب المنبثق من الجبال وزقزقة العصافير أو أصوات نساء المنطقة بلكنتهن الجبلية يعرضن على السياح التصوير باللباس التقليدي المحلي. حسب روايات أهل المنطقة حول أصل الماء المنبثق من عين راس الماء، فالبعض يرجح بكونها مياه جوفية وباطنية للجبال تبقى طول السنة دون أن تتوقف، فيما يذهب آخرون إلى فرضية ذوبان الجليد واستجماع الماء المتحصل عليه من الأمطار بعدد من الأودية الفرعية والجبال المحيطة بالعين. لكن الدراسات والتحاليل التي أجريت أكدت أنها ذات طبيعة بيكربوناتية وكلسية تحتوي على مواد معدنية بنسبة متوسطة، مما يتيح تصنيفها ضمن المياه الصلبة. رأس الماء بمدينة شفشاون شمال المغرب من الأماكن السياحية التي يتوافد عليها الزوار من عشاق السياحة والسفر من كل مكان داخل المغرب وخارجه. فعلاً وجهة سياحية تستحق الزيارة، فجلوسك في إحدى المطاعم المطلة على الوادي وأخذ وجبة فطور أو غذاء وسماع صوت الطبيعة يجعلك تفكر حينها بضرورة الرجوع لمرات عدة. قناة مشاهد سياحية تتمنى أن ينال هذا الفيديو إعجابكم. أترككم مع بعض اللقطات من عين المكان بصوت الطبيعة. شكراً لكم على المتابعة وإلى اللقاء. سلام. أنا حتى جوز